غدانا النهاردة ان شاء الله جبت 3 صدور فراخ هقطعهم تقطيع كده عشوائي مربعات، يعني نقطعهم اي تقطيعة بالشكل ده. بعد ما قطعناهم معانا بقدونس ومعانا بصل وفلفل رومي. هنا فرمنا ال3 صدور الدجاج فرمناهم، وهنفرم معاهم بقى نحط عليهم الفلفل الاخضر برضو هنفرمه. لو حابين تحطوا قرن حراق براحتكم، يعني اللي تحبوه، بس انا عشان عندي اطفال ما بحطش حراق. نفرمه كده الفرم الناعم زي ما انتم شايفين، وتضيفوا على لحمة الدجاج اللي احنا فرمناها. ونفس الحكاية البصل برضو نعموا البصل، ما تخافوش البصل مش هيفكها ولا حاجة، بس خلوا الخضار ناعم على قد ما تقدروا. انا علشان مش عندي كبة كبيرة بفرم في الكبة الصغيرة بتاعت الخلاط. طبعا لو عندكم كبة كبيرة هتسهل عليكم اكتر، هتحطوا الكمية مرة واحدة وتضربوها مرة واحدة فهتكون اسهل بالنسبة لكم، بس يعني الموجود بيسد، يعني مفيش حاجة هتقول لأ. زي ما انتوا شايفين كده نفرمهم كويس قوي. تمام، نفرم تمام. لازم على الناحية دي شوية والناحية دي شوية عشان السكينة تلف معاكي عكس. وهنا كنا فرمت البقدونس. كله كده زي ما انتوا شايفين ناعم. معلقة بهارات دجاج او ال7 بهارات اللي موجود. معلقة فلفل اسود كبيرة، وحطينا الملح. وهنا كنت بعمل مكعب مرق الدجاج بفركه، بيديها طعم كويس. لو مش بتحبوا تستعملوه عادي استغنوا عنه، مش مشكلة، بس هو بيديها طعم حلو. وهنا فرمتها وبعد كده دعكتها كويس وحطيت 4 معالق بقسماط، مش هحتاج اكتر من كده. هنعمل بقى شوية رز ابيض. لازم معلقة السمنة معاها معلقة زيت عشان الرز يبقى كويس معاك ويبقى مش ماسك في بعضه. انا لازم احط زيت مع سمنة، بحب احط الاتنين مع بعض. بس هشوح الرز شوية كده زي ما كلكم عارفين طبعا. شوح الرز بتاعنا. حطيت بقى ملح، وهشوح تاني كده شوية برضو مع الملح. ومكعب مرقة الدجاج اللي ما بستغناش عنه في كل اكلي. في ناس مش بتحبه بس انا بصراحة بحبه، بحس ان بيدي طعم للاكل يعني. بس مهمة طبعا خطوة ان احنا نشوح الرز شوية مع السمنة والزيت عشان الرزاية تتشرب من السمنة والزيت كويس قبل ما نحط المية بتاعتنا. سقيت الرز كده زي ما انتوا شايفين. اظبطي ميتك بقى واظبطي ملحك ودنيتك. انا طبعا كنت حطيت اللحمة بتاعت الدجاج اللي انا فرمتها، كفتة الدجاج بمعنى اصح، حطيتها في التلاجة شوية علشان تشمع، علشان لما اشكلها تكون كويسة معايا. وحطيت ورق اللوري طبعا للرز. هنا بقى هنعملها كور زي ما انتوا شايفين.
دي يا جماعة كفتة داوود بس بالفراخ، نفس كفتة داوود اللي احنا بنعملها باللحمة المفرومة، بس دي بالفراخ. لازم ننوع ونغير في الطرق بتاعة الأكل يعني نعمل أفكار جديدة، فبصراحة بتبقى حلوة قوي. أنا كمان مش بقليها في الزيت، هتشوفوا دلوقتي أنا بعملها ازاي. طريقتها سهلة وسريعة وخفيفة، وأنا بفضل أكلها مع الرز الأبيض. زي ما شفتوا كده أنا عملت رز أبيض، اللي حابب يعمل رز بشعرية ماشي، اللي حابب يعمل رز واحدة واحدة ماشي، زي ما بتحبوا يعني. بس هي بتكون أحلى مع الرز الأبيض. زي ما انتوا شايفين كده نخلص كل الكمية كور، يعني تقريبا على قد ما شفتوا كده. وهنا بقى رشة زيت كويسة كده محترمة، وشغلي بقى النار على النار هادية وغطي. زي ما انتوا شايفين بقى نزلت ميتها اهي. بعد ما نزلت ميتها كويس ضفت لها بقى الطماطم المعصورة. حطي بقى توابلك بقى اللي انتي عايزاها، يعني مش هنحط بهارات في الصلصة، خلاص هي اللحمة فيها بهارات. احنا بس هنحط فلفل اسود، ورق لوري، والملح طبعا، شوية فلفل اهو زي ما انتوا شفتوا، حبة كمون، وبرده مكعب المرق. وتبقى جميلة جدا جدا وسهلة وسريعة، واعملي وغدي ولادك. الاكل ده محير طبعا، وكلنا بنحتار في التفكير في الاكل ده. طبعا حطيت قرن فلفل بس مش فاتحاه عشان ما يعملش طعم، يعني يخليها حراقه. زي ما انتوا شايفين كده مقفول، وهي اتسبكت خلاص معانا. هي خلاص تقريبا كده استوت، ما بتاخدش وقت ولا مجهود، سريعه وجميله وبتبقى لذيذه جدا بصراحه. طعمها يعجبكم، جربوها هتعجبكم. والرز هنا استوى. وجبنا بقى مخلل البلدي، اختي حبيبتي هي اللي جابته لي بصراحه، لقيتها بتخبط عليا جايبه لي كيس مخلل لان انا بحبه جدا، والراجل بعيد عننا فلازم كل ما تروح تشتري. جربوها ان شاء الله هتعجبكم.